العذراء. برج العذراء انا برضو همسك الخشب، انا مسكته في برج الثور وهمسكه تاني معاك انت يا برج العذراء. ايه السعاده اللي انت فيها دي؟ ده انا والله خايفه احسدك انا من كتر فرحتي بيك. بص يا برج العذراء، القمر دخلنا 2024 والقمر موجود عندك في بيتك، عندك في برج العذراء. المشتري موجود في برج الثور، برج صديق ليك لانه برج ترابي. الجدي قاعد مع الشمس وبلوتو، وكمان معانا برج الشمس وبلوتو، وكمان في حاجه ثالثه كانت موجوده برضو هناك، المريخ من يوم 4 يناير موجود عندك يا في برج الجدي. كل دي حاجات صديقه موجوده في ابراج صديقه ليك يا برج العذراء. ده ايه السعاده والفرحه دي؟ ايه الدعم اللي عندك ده؟ ايه المصالحات اللي هتكون موجوده معاك دي؟ ايه التوقيع العقود الجديده الجميله دي؟ ايه الانسجام مع الشريك اللي انت هتعيشه ده؟ ايه السفر اللي عندك ده انت عندك كمان باب سفر مفتوح في اول الشهر، يعني اول 3 أسابيع عندك سفر وعندك مصالحات وعندك قبض فلوس وعندك ترقية وعندك تغيير مكان شغل لمكان احسن بكتير، وعندك انتقال من بيت لبيت اكبر، وعندك انتقال من علاقة تعيسة الى علاقة سعيدة، وعندك انسجام نفسي وانسجام رومانسي مع الشريك جدا جدا. والناس العزاب عندكم التقاء مع اشخاص يمكن تبتدوا معاهم علاقات حب جديدة وتكون حب العمر على فكرة. عندكم حاجات حلوة جدا جدا ستات العذراء. ايه الحلاوة دي في شهر يناير؟ ايه الجمال ده انتوا بتتمتعوا بجمال غير طبيعي. الزهرة وكل الأبراج وكل الكواكب وكل الحاجات الداعمة دي مدياكم ما شاء الله ما شاء الله جمال. ايه الحلاوة دي يا ستات العذراء؟ جمال وكاريزما ومغناطيس كده لكل الناس اللي حواليكم، عارفين تقنعوا الناس باللي انتوا عاوزينه، عارفين تبقوا ناس دبلوماسيه، بالرغم ان انتوا على فكره برج مش دبلوماسي، لان انتوا الشهر ده شهر دبلوماسي جدا، برج يعني من احسن الابراج زي ما بيقولوا. عندكم انسجام عاطفي وعندكم حاجات حلوه وعندكم امان. ممكن يكون عندك شويه مواجهات من الزهره اللي موجوده في القوس، يعني ممكن عذراء ميزان عقرب قوس، بيتك الرابع. بس ده مش معناه ان انت عندك حاجه تقلق منها على فكره، انا مش شايفاك ان انت المفروض تقلق. اصلا الزهره مش من الابراج، مش من الكواكب المقلقه، يعني الزهره اصلا هو كوكب الحظ، كوكب الجمال، بس هو موجود في مكان بيتك الرابع، عامل معاك تحدي. ماشي اوكي، واقف قدامك وكل حاجه، بس ده مش من الحاجات اللي احنا نقلق منها، لان انت كمان انت عندك المشتري موجود في برج الثور، برج داعم ليك وبرج صديق ليك، فانت تقلق من ايه؟ انت عندك ثور، جوزاء، سرطان، اسد، عذراء، 5 قاعد لك في زاويه، يعني هو اللي قاعد في زاويه ليك، فبيدي لك دعم، بيدي لك قبض فلوس، بيدي لك خير، بيدي لك علاوات، بيديك بونس، بيديك ترقيات، بيديك انسجام مع مدير ليك في العمل، بيديك حاجات حلوه كتيره قوي قوي. عندك تخليص اوراق مع محامي، او عندك تخليص اوراق قضائيه، او عندك تخليص لاوراق ليها علاقه بتحقيقات. اللي منكم كان داخل في حاجه زي كده هيخلصها ان شاء الله باذن الله خلال اول 3 أسابيع من الشهر ده. في منكم كمان ناس هتغير مكان عملها، خلي بالك انه ممكن المدير بتاعك او مسؤولك في العمل يتمسك بيك لانه انت بتحقق له مصلحه كبيره. بس خلي بالك يا برج العذراء انه لا، لو انت جات لك فرصه في مكان تاني سيب المكان اللي انت فيه ده وروح هناك على طول، سيبه. انا بقول لك سيبه، لو جات لك فرصه في شغل تاني سيب شغلك اللي انت موجود فيه دلوقتي وروح امضي العقد الجديد في المكان الجديد اللي انت المفروض تروحه، لانه ده هيكون فيه خير ليك جدا. اللي منكم مرتبط بشخص او مع شريك مادي او شريك رومانسي عنده ادمان على شيء ما، خلي بالك منه وحاول تنفصل عنه بسرعه، لانه الفتره اللي جايه ما فيهاش وقت تضيعه، والفتره اللي جايه انت لازم تشتغل وتاخد فيها حسم علاقات معينه، وهتبقى حسم على فكره ايجابي. يعني انت لما تترك الشريك اللي هو عنده ادمان على شيء ما ده، انت هتوصل للحاجه اللي انت عايزها. هنا انا مش بتكلم على ادمان مخدرات بس او كحوليات بس او سجاير مثلا تدخين، لا، انا هنا بتكلم ممكن على مثلا شريك مدمن لعادات جنسيه او لعادات سيئه او لعادات وحشه. في حاجات كتير جدا جدا احنا بنسميها ادمان. لو انت مع شريك من النوع ده حاول تنفصل عنه بسرعه، لانه كده هيرجعك لورا، وانت الفتره دي عايز تمشي لقدام وهتمشي لقدام، وعندك تخليص حاجات حلوه جدا جدا. انت مجتهد بطبعك، مجتهد وبتحب الشغل، فاشتغل واشتغل واشتغل الشهر ده، لانك هتجني ثمار عملك كله الشهر ده. انا شايفاك في احسن لحظاتك وفي احسن ايامك.
اول 3 اسابيع حتى عطارد بيخلص خلاص تراجعه وخلاص بيدعمك، بيديلك دعم وكل حاجه بتديلك دعم. ايه الهنا ده؟ ايه الحاجات الحلوه قوي قوي دي؟ بص هقول لك على حاجه، انتوا في منكم مستني لورق طلاق في محكمه، او في منكم مستني لتخليص علاقه معينه في محكمه او حاجه، او واقفين مع شريكك على طلاق، او واقف مع شريكك على انفصالات او كده. مش هيتم خلال شهر يناير بصراحه، لكن هيتم معاك في ممكن الاشهر القادمه. يعني مثلا هي هتتاجل، اصل الفتره دي ما فيهاش حاجه سلبيه. الفتره دي اللي هي اول 3 اسابيع من يناير دول انت مش هتسمع حاجه سلبيه خالص. خلي بالك بس من الاسبوع الرابع ممكن يبقى عندك شويه مواجهات فلكيه، وممكن يبقى عندك شويه صعوبات، شويه تحديات. معلش استحمل. فبراير مش هيكون قوي قوي بالنسبه لك، بس خلي بالك ان المشتري هيدعمك والزهره هتدعمك. والمريخ على فكره بيدعمك تقريبا لغايه اول اسبوع في فبراير، وعطارد هيدعمك برضو فتره طويله، لانه هيتنقل هيروح لبرج الجدي بعد كده تقريبا من يوم 27، فهيبقى برضو في دعم ليك. فاورانوس كمان هيكون موجود في المشتري، هيكون موجود في الثور، اورانوس هيكون موجود في الثور، فالحاجات دي بتدي لك دعم على فكره، فما تقلقش. يعني حتى لو انت الشمس هتنتقل من يوم 21 يناير من برج الجدي وهتروح على برج الدلو، لا انت ما تقلقش خالص يا برج العذراء، لانه برضو انت هيفضل عندك دعم وعندك تحقيق الامنيات وعندك كل الكلام ده. ممكن اقول لك على انه مثلا ممكن يكون في معاكسه معاك بس من شخص مسؤول الفتره اللي جايه، لانه هيبقى متمسك بيك ومش عايزك تروح لمكان تاني. لكن مصلحتك زي ما بقول لك كده يا برج العذراء، تترك المكان اللي انت موجود فيه وتروح مكان تاني جديد، لان انت هيكون لك فيه بدايات جديده. انت الحمد لله والشكر لله في امان يا برج العذراء تقريبا 23 يوم او 24 يوم من شهر يناير. باقي الايام خلي بالك بس من نفسك، ممكن يكون عندك شويه حسم العلاقات، ممكن يكون عندك شويه مواجهات، ممكن يكون عندك خساره بعض الاشخاص، لكن ما تقلقش كل ده ان شاء الله باذن الله هيتعوض. انت اصلا اول 5 شهور يا برج العذراء من عام 2024 الدنيا ماشيه معاك كويس جدا جدا، وهي فتره حظوظ وفتره مكاسب حلوه جدا ومكاسب ماديه بالذات، وكمان فتره انسجام مع الشريك العاطفي بتاعك. فيا برج العذراء انا عن نفسي مستبشره لك خير، ومش عايزه اقول لك ولا حاجه وحشه الفتره دي، لا بالعكس انا عايزه اشوفك في خير وفي سعاده وفي فرحه وفي ابتسامه. وتعالى نشوف يا برج العذراء التاروت هيقول لك ايه الفتره اللي جايه وهيدعمك بايه يا برج العذراء، وشايف لك ايه التاروت. يلا بينا نشوف العذراء في يناير 2024. The Hermit، الشخص اللي عنده بصيص من الأمل، الشخص اللي بيحاول يبص لقدام، الشخص اللي بيحاول ينور طريق لنفسه وينور طريق لغيره. بس دي ورقة من ورق الأسرار العظمى، وعشان كده احنا هناخد ورقة تانية تقول لنا برج العذراء. The Four of Cups. لو انت زعلان على شريك او زعلان على حاجة راحت منك او زعلان على فترة ماضية كانت فيها صعوبات، وانا عارفة ان الفترة اللي فاتت كان فيها صعوبات يا برج العذراء عندك، فان شاء الله باذن الله هيكون عندك تعويض، وهيكون عندك فرصه عمل حلوه جدا جدا جدا. اللي منكم بيدور على شغل ان شاء الله باذن الله هيوقع عقود جديده ان شاء الله، واستبشروا خير جدا جدا يا برج العذراء. انا شايفه ان انت عندك امل وعندك لمبه حلوه كده منوره في حياتك. تعالى نشوف الملائكه بتنصحك بتقول لك ايه. يلا بينا نشوف الملائكه بتنصح بتقول ايه. بتقول لك حرر نفسك، free yourself, it's time to take back control of your life. ده الوقت المناسب ان انت تبتدي تتحكم مرة تانية في حياتك. عشان كده بقول لك لو انت عندك شريك مدمن على شيء ما او شريك سام في حياتك تخلص منه فورا، لانه الفترة اللي جاية مفيش وقت خلاص ان انت تضيعه مع حد. وعشان كده برضو بقول لك انه ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هيكون عندك فيها حاجات كويسة جدا جدا. حرر نفسك من اي قيود سيئة للماضي او اي قيود سلبية، لانه الفترة اللي جاية هي فترة ايجابيات يا برج العذراء. توكلوا على الله واستبشروا خير. لو بداية السنة كانت كده معاكم وبدايتها القمر كان موجود عندك انت يا برج العذراء، فدي فتحة خير ليك، والسنة كلها هيكون فيها فتحة خير وهيكون فيها بشرات حلوة جدا جدا معاك. استبشروا خير، تفائلوا بالله خير. استودعكم الله.